شيكو بنزع. تفاصيل انت ما تعرفهاش اكيد عن شيكو بنزع، وازاي نتخلص منه النهارده قبل بكره، ولو حتى ببلاش كفايه ان هو يمشي. شيكو بنزع في تاريخه كله لعب 118 ماتش، مسجل 20 جون وعامل او صانع 17 هدف، يعني 37 مساهمة تهديفية في كام؟ في 118 لقاء. شيكو بنزع الزمالك اشتراه ب 800 ألف دولار، يعني 37 مليون جنيه مصري. شيكو بنزع بيتقاضى بيتقاضى، انا باخد حوالي 5-6000 جنيه. شيكو بنزع بياخد 23 مليون جنيه مصري، يعني 500 ألف دولار. بجد بكلمكم بجد من كل قلبي. اللي جاب شيكو بنزع لازم يتحاسب، واللي تعاقد مع شيكو بنزع لازم يتحاسب، واللي بص على شيكو بنزع لازم يتحاسب، واللي دخل شيكو بنزع النادي لازم يتحاسب، بتوع الامن لازم يتحاسبوا، اللي جاب شيكو بنزع حاجه يشربها لازم يتحاسب، اللي طلع شيكو بنزع في الماتشات، المخرج لازم يتحاسب، المعلق لازم يتحاسب، جمهور الزمالك لازم يتحاسب عشان بيتفرج على شيكو بنزع، اي حد بيشكر في شيكو بنزع لازم يتحاسب. بجد هي صفقه عبثيه، وده يدل على الفشل الذريع الذي يعيشه نادي الزمالك من خلال الإدارة الفاشلة التي تدير هذا النادي الذي أسس عام 1911. ده قصة شيكو بنزع. لايك وشير وجهة نظر في كومنتات، فولو او متابعة مهمة لو انت ما تشوفني. سلام.